في مسرحية أنا فين وأنت فين بتاعت فؤاد المهندس وشويكار، في مشهد جميل جدا لما الستات كانت بتدخل لفؤاد المهندس ورا بعض كده عشان قرت في الجرايد إن شويكار هتتجوز شوكت اللي هو الفنان نظيم شعراوي، فكلهم جايين يحذروها من الجوازة دي. بس اللي يهمنا بقى لما فؤاد المهندس كان خلاص عرف القصة، عرف إن هو بيتجوزهم وياخد فلوسهم، وعرف إن هو بيسهرهم في كذا الوردة البيضاء وبيجيب لهم خاتم سوليتير، وفي الآخر بيسرقوا ويبيعوا. ففي واحدة من الستات اللي دخلت أول ما لقيته بيكرر الحكاية وعارف كل تفاصيلها قالت له بالظبط هو اتجوزك انت كمان. بصراحه انا دايما بفتكر الكلمه دي وكتير كمان بقولها لما حد يحكي لي حكايه احس ان انا سمعتها قبل كده كتير في العلاقات العاطفيه. بحس كده ان كل الستات عرفت نفس الراجل السلبي اللي بيختفي فجاه من غير مقدمات، اللي كلامه مايع، اللي بيدي المشاعر بالتنقيط، الراجل الكئيب الساكت اللي دايما بينسى هو قال ايه ويستغرب كده ان انت بتقولي له مش انت قلت كده بشكل فيه استنكار. انا يا بنتي انا ما قلتش كده ابدا والله، او مش فاكر. اعتقد يعني يا جماعه مش انا لوحدي اللي بسمع من ناس كتير حواليا نفس القصه، نفس عناصر الشكوى. بيختفي، بيهرب فجاه، مش بيتحمل مسؤوليه، فجاه مشي من غير مقدمات، مكتئب طول الوقت، ساكت ما بيتكلمش، مشاعره شحيحه جدا، وممكن يختفي بالاسبوعين والثلاثه ويرجع ولا كأن حاجه حصلت. اعتقد يعني ان ده مش بس ياكد لنا حاجه، ده ممكن كمان يقوينا شويه، تحسي كده انك مش لوحدك. كتير جدا مروا بنفس ده. بتاثر جدا لما الاقي ناس بتحكي الحكايه وهي معتقده انها لوحدها، ان مستحيل يكون في راجل مشي فجاه، او انه مستحيل يكون في حد ساكت ما بيتكلمش، او انه صعب قوي يكون في حد للدرجه دي ما هنش عليه العشره. ببقى عايزه اقول لها لا خالص، على راي الست كده في المسرحيه، هو اتجوزك انت كمان، هو نفس الراجل اللي قابلناه كتير جدا. فاطمني جدا انت مش لوحدك. عارفين كده ماجد الكدواني في فيلم الرهينه لما كان قاعد مع احمد عز وبيقول له لا 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 انا عندي قصه مختلفه، انا اللي بيعت ابويا وامي صيغتهم عشان اقدر اسافر. هي القصه كده بالظبط، انها كلها نفس القصه باختلاف الضيقات، كلنا بنحكي نفس الحدوته باختلاف كده ان كل واحد عنده ديتيلز في التفاصيل فعلا يعني. وكمان الراجل اللي شايف ان هو مش كده خالص ما يزعلش، ما يفتكرش ان الكلام ده جاي عليه. احنا بنتكلم على نوعيه راجل منتشره كتير جدا وكتير مننا قابلوها. وبخصوص بقى بني جنسي وكل البنات اللي قابلت الراجل ده، انت مش لوحدك، كتير جدا قابلوا الراجل ده. المسألة محتاجة وقت كده وجدعانة من نفسنا ان احنا نبعد تماما ونبعد عن اي حاجة بتفكرنا بتخلينا نفضل نكرر السؤال اللعين بتاع ليه حصل كده، لان زي ما انت شايفة بالظبط هو اتجوزك انت كمان.